على سبيل البسط فقط. أخي سعيد، المفروض أنني الأخت الوحيدة المشاركة هنا، فالمفروض ما بينكم رجلين علي أن أتدخل. لا تقل لي سوف على رمال الحرب. أغتسل من حلمي كلما هدهدت رياح النوم. أغتسل من حلمي كلما هدهدتني رياح النوم. كيف لي أن أحيا في حلم يغازله السراب؟ أكلما هاتفني الوجد أراني قد تسللت من أناتي لأكون نورسا غجريا يحرق في البلى. أغتسل من حلم يضاجع الألم، تغيب أنايا في مخزن الحكي، تذوب كل الأقنعة في نار زبون، فأجدني غيما يسافر عبر محطات الزمن. كلما استكان المداه أسقطت السماء عرشه على رمال الحرب، وحلق حلمي نورسا يغازل ريح القصيدة، يغازل طائرا حلولا رمى بياضه ثم اختفى. أغتسل من حلم قد رجع، كلما سقيت أوردتي بالعشق تهتز نبضاتي، تستجدي مدا من غسق الحزن. تبدلت أحلامي بنبيذ الفجر، معتقة غازلت نور المدى، حلقت كطائر الفينق، تفتقت كزهرة بردية توضأت بندليلها، ورقصت على أهداب صبحها لحن الميلاد. بلا صبح لسنا سوى أعتاب للثرى، بلا حلم لسنا سوى كائنات مفرغة من الصدى، بلا لغة عاشقة لسنا سوى أحرف مجوفة تستشكي الرثاء. هذه القصيدة هي قصيدة لها خصوصيتها، لأنها كتبتها بعد الحادثة التي تعرضت لها وأنا عائلة من إنجاز رجل الذي اسمه المولاد. حادثة السير تضررت بيدي بسببها. بعد 15 يوم من الحادث كتبت هذا النص: في كف زرعت أحزان، من عناقيد الألم تتذلى أشجاري مثمرة بحمرة الوقت، وبلاد الفيافي جتلى باحتراقي. بين شفقي ومغيب الشمس كان لقائي الأول مع انكساري. لم أعلن هزيمتي بعد ولا انتصاري.